السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. آخر الأخبار عن المسلسل الطبيب المعجزة. الكلام ده اتقال على لسان تينر اللي هو بطل مسلسلنا الطبيب المعجزة أو شخصية الطبيب علي وفا. قال على حسابه الشخصي أو في بث مباشر، والكلام ده غير مؤكد. ان هما في ناس طلعت على بعض الصفحات قالت ان هو على لسانه قال ان هما هيبداوا التصوير خلال الايام القادمه. امتى بالتحديد ما اتقالش، ولكن في انتظار كده خلال الاسبوع ده او بالكتير الاسبوع القادم ان شاء الله يكون الاخبار المؤكده، هل فعلا هيبداوا تصوير ولا مش هيبداوا خلال الايام اللي جايه، وهل ده هيكون نهايات الحلقات للجزء الثاني الاول من المسلسل، ولا هيبتدوا تصوير لجزء جديد هيتذاع ان شاء الله في سبتمبر. الكلام ده هنتاكد منه خلال الاسبوع ده او بالكتير الاسبوع القادم. ولكن احنا هنبتدي نتكلم عن بعض التوقعات اللي ممكن تكون معانا ان شاء الله في الحلقات القادمة، بظهور طبعا شخصية جديدة للطبيب علي وفا بعد وفاة والده. وطبعا هجوم كبير هيكون خلف علي، من مش بالطبيب تانجو بس، ده كمان من الطبيب فيرمان اللي هيتقلب شخصيته قدام علي. بدل ما كان بيقف جنبه ويكون بيعتبره اخ ليه، هيتقلب ضده اللي هيبقى شخصيه منافسه لعلي، وزي تانجو برضو بالظبط. ولكن الطبيب عادل اللي بيحاول طبعا يدافع على الطبيب علي وفا، لكن المرة دي هيستسلم لان هو هيقدم استقالته طبعا بسبب الصراعات اللي هتبقى ما بينه وبين طريق الطبيب تانجو، وهيحصل خلافات ومشاكل كبيرة. هيضطر ان هو يقدم استقالته وهيبتدي يبعد عن علي اللي هو هيسيب مصيره لنفسه. لازم يكون هو بنى شخصية يقدر يدافع بها عن نفسه، وشخصيته الجديدة دي هتكون فيها مفاجآت. ده كان موضوع حلقة النهاردة. أشوفكم على خير وأقول لكم إلى اللقاء.